اضافه واحده بس هتحطيه على خليط الكيك مع نص كوبايه زيت، وهخليكي تطلعي احلى ريد فيلفت، مخمليه وهشه وعامله زي القطن، بتدوب ذوبان بقوام ممتاز مع صوص سهل وسريع وخطير، تطلع معاكي بتدوب حرفيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الاول انا عندي كوبايتين ونص من الدقيق، معاهم رشه من الملح منخولين كويس قوي، وهشيلهم على جنب. عندي كوبايه وربع من السكر الحبيبات، عندي نص كوبايه من الزيت، وتقدروا تعملوا ميكس ما بين الزيت والسمن. معلقه واحده بس من الكاكاو لان احنا مش هنعمل شوكليت كيك فمش عايزين كتير. عندي 4 بيضات، معلقه وربع كبار من البيكنج باودر، ومعلقتين كبار من الزبادي. بولة فاضية ونضيفة هننزل البيض والسكر، وسواء بالمضرب الكهرباء أو حتى في الخلاط نضرب البيض بتاعنا مع السكر لحد ما ناخد خليط هش كده وفاتح ولونه ظاهر كده زي ما انتوا شايفين. طيب لو مش عندنا المضرب وهنستعمل الخلاط يبقى هنضرب ضرب متقطع لحد ما الخليط بتاعنا يبقى كريمي كده ولونه فاتح. نزلت الزيت بتاعي مع ضربة بسيطة، وبعد كده هنستعمل المضرب اليدوي وتقليبة حلوة كده، وبعدين هننزل الكاكاو واول كوباية عندنا من الدقيق. هنبدأ في الوقت ده بقى ان احنا نقلب كده، وانا هنا بقلب في اتجاه واحد ومش بقلب بسرعة قوي، انا بس مسرعة الفيديو علشان وقتكم. بعد ما اختلطوا معايا واتأكدت ان اول كوباية اختفت، هنزل باقي الكوباية ونص بتوعي من الدقيق برضو من تحت لفوق، وبقلب في اتجاه واحد علشان ما اخرجش الهواء اللي عمل معانا من البيض، فتطلع الكيكة بتاعتنا هبطانة كده. لا احنا عايزين نحافظ عليها عشان تطلع هش. بعد ما اختفت تماما الكوباية التانية، هنزل بقى عندي معلقة البيكنج باودر، وهنا بقى اللي هيدينا اللون الممتاز. بنصحكم باللون البودرة، ما تستعملوش لون يعني زيتي او الوان اللي هي الطعام، الاحسن اللون البودرة. الاضافة بقى اللي هتنقلها معاكم في حتة تانية، كوباية من الحليب الدافي. الحليب بتاعي هنا سخن وبيغلي. معلقة اللون البودرة دوبتها مع معلقة كبيرة من المية، وهنزل بيهم على خليط الكيك بتاعي. بصوا اللون، بصوا حلاوة اللون قد ايه مظبوطة، قد ايه حلوة. كيكة الريد فيلفت من الكيكات الغنية اللي محتاجة تكنيك حلو كده قوي علشان نعملها بيه. نسيت اقول لكم ان احنا حاطين علبة الزبادي مع تاني كوباية من البيض من الدقيق بتاعنا، سوري. خلطتها كويس قوي، نزلتها في قالب مقاس 24 متبطن بالزبدة ورشة من الدقيق، اديها خبطتين ودخلها على الفرن. علشان تعملوا بقى صوص سهل وحلو كده وسريع بدون زيت بدون زبدة اقتصادي، هنحتاج لربع كوباية من اللبن البودرة، ربع كوباية من السكر البودرة، معلقة كبيرة من بودرة الكريم شانتيه، نص كوباية من اللبن الدافي. اضربوا الكلام ده كله سواء بالخلاط او بالمضرب الكهرباء او حتى في بالمضرب اليدوي، سوري. وقلبوا بقى كل الكلام ده كله مع بعضه لحد ما يبقى عندكم صوص خفيف كده بقوام خفيف. هنحطه في التلاجة. الكيك بتاعنا بقى طلع من الفرن، خدت معايا بالظبط 35 دقيقة على حرارة 180. شغل الفرن من تحت بس، سخنته قبل ما ابدأ في اي خطوة من خطوات الكيك بتاعي. طلعوه قلبوه على شبكة، واللهم بارك هش زي السفنج، بتدوسوا عليه كده بيعمل كده صوت سفنج من جوه. حرفيا ممتاز بقوام ناجح وحلو قوي. الصوص بتاعي بقى اللهم بارك تقل بعد ما قعد في التلاجة، كل ما بنسيبه في التلاجة بيتقل اكتر. زينوها وقدموها بقى بقطع من الفراولة، دخلوها في التلاجة ربع ساعة قبل التقديم، او حتى تاكلوها وهي لسه طازة كده وساخنة ومتقطعة. عايزة اقول لكم اللهم بارك حلوة حلاوة محصلتش. قدموها بقى مع عصير فراولة او مع مشروب ساخن تفضلوه. زينتها كده بشوية من قطعة كيك كنت اخدتها من الكيك كده من غير ما حد يشوفنا، وفرفتها وحطيتها على الوش. الطريقة دي حلوة وممتازة. تقدروا لو مش عايزين تعملوها في صينية مدورة تقدروا تعملوها مربعة وتاخدوا منها قطع جاتوه، هتديكم نتيجة هايلة حلوة حلاوة محصلتش. ما تنسوش بقى تسيبولي كومنت لطيف زيكم، وتعملوا لايك وشير كتير قوي للفيديو وتشجعوني علشان دعمكم بيفرق كتير. ما تنسوش بقى اللايك والشير يا حلوين، واسيبكم مع جمال ده كله صحة وهنا.